شجرتين عملتهم جنينة. ابو العربي حضر، ربنا يسترها، لان ابو العربي في الضلمه بيبقى في كوارث. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا عارفين كلام الضلمه هتلاقوه موجود طول الحلقه، لكن في النهايه هتعرفوا وتفهموا معناه وتضحكوا معانا على المساخر اللي بتحصل في بلدنا، في الوطن العربي، في مصر، قلب العروبة. عشان ما نضيعش وقت، الحلقة المرة دي زي ما نوهت الحلقة اللي فاتت وقلت لكم ان ده بداية الجد في مواجهة الاشكال القذرة جواسيس اسرائيل وعملائها في مصر. الحلقة دي تقريبا هتكون هي الاساس اللي هنقدر نفهم بيه كل الحلقات اللي جاية في هذه السلسلة بإذن الله تعالى. في عندنا مسلسل مصري شهير جدا اسمه السقوط في بئر سبع. السقوط في بئر سبع كان بيحكي عن عائلة شهيرة، يعني رب العائلة رب الأسرة ديت اسمه إبراهيم سعيد شاهين، اللي قام بدوره الفنان المرحوم سعيد صالح، ومعاه زوجته انشراح موسى، اللي هي كانت بتقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس، وكان معاهم 3 أبناء. وبيحكي المسلسل عن حكاية إزاي إسرائيل في فترة حرب 67 وما بعدها من حرب الاستنزاف استغلت الظروف المادية لبعض الأسر المصرية أو ضعاف النفوس من الشعب المصري، علشان تجندهم انهم يكونوا عملاء وجواسيس ليها داخل مصر في مختلف القطاعات. الحكاية اللي حكاها مسلسل السقوط في بئر سبع ما كانش بيتكلم عن جاسوس او حتى ان مرات الجاسوس تعاونت معاه واصبحت جاسوسة واصبحت بتفخر بهذا الدور، لا، ده حكى لنا كمان المسلسل عن ازاي العائلة بكاملها الاب والام و3 من الابناء الرجال ازاي تحولوا كلهم الى جواسيس. وكان مفروض ان هذا المسلسل هيكون له جزء تاني منه يحكي عما بعد السقوط، وازاي يعني انشراح تحولت من انشراح موسى الى دينا دافيد، وازاي ابنائها محمد وعادل ونبيل تحولوا الى حييم ويوشي وعلى ما اتذكر رافي وحييم ويوشي، وعاشوا في إسرائيل إلى يومنا هذا. وكمان آخرين ارتبطوا واسمهم بهذه القضية، لكن لأن المسلسل في هذا الوقت أحدث صدمة كبيرة جدا داخل المجتمع المصري، لأنه ما قدمش حكاية جاسوس، لا، ده قدم عائلة كلها كاملة بأكملها، فالناس كلها اتصدمت وعمل حالة يعني شديدة جدا من النفور من المسلسل ومن الشخوص ومن الأحداث في الشارع المصري. والناس تقريبا رفضت يعني انه يكون له يعني جزء اخر او حتى الحديث عن اشخاص اخرين تورطوا في هذه القضية. المسلسل كان بيحكي زي ما احنا فاكرين حكاية ابراهيم سعيد شاهين، الموظف في احدى يعني الهيئات الحكومية في العريش،
وانه ازاي تم فصله، تم حبسه 3 شهور نتيجة تلقيه رشوة، وحصل له مشاكل في حياته. بعد كده بيتعرف على واحدة سيدة آنسة من إحدى محافظات الصعيد، وبيتزوجها وبيرتبط بيها في ظروف انسجام ما بينهم، وتنتقل لأنها تعيش معاه في العريش، وبيتعرض للظروف الطاحنة ديت. ثم بتحدث بعدها حرب 67 ونكسة 67. ثم بتستغل إسرائيل عمليات الحصار الخانق اللي فرضتها على أهالي سيناء في إن هم ما ينزلوش القاهرة ولا يخرجوا من نطاق سيناء، والصعوبات المادية اللي تعرضوا ليها في هذه الفترة. فبيتحول واحد ضعيف النفس وقذر ومن أسرة وضيعة إلى جاسوس بيتم تجنيده علشان خاطر يعني في البداية خالص اعتمدوا عليه في جمع معلومات اقتصادية عن حالة الأسعار والبيع والشراء والأمور الشعبية العادية اللي ممكن أي حد يجيبها. ثم انتقل بعدها إلى مرحلة أخرى، وده كانت الأهم والأبرز في الدور اللي قام به هذا الجاسوس الشهير هو وعائلته، إلى أنه يكون دائما وبشكل مستمر ودائم هو البوق اللي بيقول ان خلاص اسرائيل انتصرت ومفيش حد هيقدر يطلع اسرائيل من سيناء، واسرائيل خلاص اصبحت يعني قوة عظمى وقوة كبيرة، وإسرائيل الكبرى، ولسه كمان ده ممكن تاخد جزء آخر من مصر وتمتد يعني شرقا يعني إلى الفرات. وطبعا الدور الثالث لهذا الشخص انه كان هو وزوجته ان هم يصوروا مناطق عسكرية، ويعني يراقبوا امور التسليح وامور العسكرية الخاصة بالجيش المصري. وبرصد المسلسل بعد كده انتقالهم من مدينة العريش في ظروف صعبة، ويعني كان الصعوبة بتاعتها على كل الناس، لكن هم مجرد ما فتح ليهم الباب انهم يخونوا وطنهم لم يترددوا لحظة واحدة، بل بالعكس الزوج صارح زوجته وقفت جنب منه، وابتدوا ان هم يشتغلوا كفريق واحد. ثم انتقلوا للقاهرة، ثم ابتدوا في مرحلة لاحقة اثناء تصوير المناطق العسكرية شاركوا بدور رئيسي في تقديم معلومات ادت الى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في واقعة شهيرة جدا. اللي احنا نقدر نفهمه من الثلاث ادوار دول رصد الشارع المصري وتثبيت الشارع المصري بادعاء بان اسرائيل قوة عظمى وكبيرة ولن تهزم، وان احنا مهزومين، وان احنا ما عندناش جيش ولن يكون لنا قائمة. والدور الثالث هو رصد المواقع العسكرية والتسليح وما الى ذلك، وتقديمها للعدو بسهولة ودقة يعني شديدة. كان في الوقت ده يا سادة يعني الظروف اللي بتحكم العالم العسكري والسياسي في مصر يعني كانت واضحة جدا ووضوح الشمس للجميع، وكان كل الشارع المصري على قلب رجل واحد باستثناء قلة قليلة جدا تكاد لا تذكر أو لا ترى حتى بالعين المجردة، عبارة عن أفراد قليلين جدا، وتم إلقاء القبض على يعني معظمهم في غالبيتهم العظمى، وحكموا في محاكمات شهيرة جدا. وشفنا من المسلسل ان يعني هذا الرجل وعائلته زوجته وابنائه الثلاثة ازاي ان هم تم يعني تقديمه هو وزوجته وابنه الاكبر للمحاكمة وتم اعدامه، وكان في سبيل ان زوجته هي كمان يتم الحكم عليها يتم تنفيذ الاعدام، وابنها اخذ سجن. ثم الابنين الصغيرين تعاطفت معهم او تم تطبيق القانون بشكل يعني عادل عليهم، واودعوا دور رعاية حكومية نظرا لانهم كانوا قاصرين.
اللي نقدر نفهمه من المسلسل ده او ما كان يجب ان يقدم في جزء اخر، هم بعض الاشخاص الاخرين اللي كانوا على علاقة بابراهيم سعيد شاهين، وهم ايضا من اسرته. وهي ديت الصدمة اللي خلت لا المؤلف ولا المخرج يقدموا او يحاولوا تقديم الجزء الثاني من العمل التلفزيوني الدرامي الشهير، لان الناس رفضت ان يكون هؤلاء يعني يقدموا حتى ولو من قبيل التحذير والتعريف بهم، عشان ما يتمش تشويه الشعب المصري والمجتمع المصري بأن فيهم عائلات جاسوسية. كان أشهر الأشخاص الذين يعني ذكرتهم الروايات الأمنية سيدة من أحد أقارب الدرجة الأولى أو الثانية لإبراهيم سعيد شاهين الجاسوس الشهير. كانت بتعيش في مدينة العريش، وما بين مدينة العريش ومدن القناة عموما، من بورسعيد للسويس لإسماعيلية، في عمليات يعني تنقل لكسب العيش. وكان هذه السيدة على يعني قرابة وطيدة بإبراهيم، اللي هو كان يفترض يا إما إنه ابن عمها على ما أتذكر أو ابن خالتها أو ابن خالها، يعني من العائلة من الدرجة القريبة جدا من القرابة. وإنه تم تجنيد هذه السيدة اللي هي كانت بتعمل كعاهرة تبيع جسدها لجنود الجيش الإسرائيلي الصهيوني في سيناء. وإن من ضمن أيضا ما ذكرته المعلومات الأمنية اللي تقدروا تشوفوها برضو أنتوا عن طريق البحث على موقع جوجل عن الملف الأمني أو عن الرواية الأصلية اللي تم كتابة المسلسل عن طريقها. هذه السيدة المومس أو هذه السيدة العاهرة انتقلت لفترة تقريبا عام أو عام ونص إلى دولة الكيان الصهيوني، وعملت هناك لفترة ثم عادت مرة أخرى، وكان كل ده مرصود. لكن كانت المفاجأة إن هذه السيدة اللي اسمها رسمية، هذه السيدة كان اسمها رسمية، وهذه السيدة حملت يعني سفاحا من جنود الاحتلال الإسرائيلي في سيناء. ثم بعدها وبعد انكشاف وافتضاح في سنة 74 لما تم 73 أعتقد، لما تم القبض على يعني ابن عمها أو ابن خالتها أو ابن خالها إبراهيم شعبان وزوجته، إبراهيم شاهين وزوجته وأولاده، وافتضح الأمر. كانت هي في الوقت ده حامل، و يعني شاء القدر انها عن طريق يعني احد الاشخاص تستقر في مدينة السويس، وانها تقدر يعني تعطي احد الاشخاص من تجار المخدرات اللي ما يهمهمش اذا كانوا يعني صح ولا غلط، هو يهمهم المادة، فيعني تعطيه مبلغ من المال ويتزوجها كإجراء رسمي علشان يتم نسب الولد ده ل يعني أب، فما يكونش الأمر فيه يعني شك أو في يعني يبقى له نسب، يعني يتم نسبه. يعني زي ما بنقول السنن الكونية بتتكرر، فنفس الموضوع حتى برضو السنن الإنسانية في الأشخاص وتفاصيل ما يحدث في الدول من الشعوب ومن الأشخاص. زي ما عندنا فرعون زمان وفي عندنا فرعون دلوقتي، وكان في عندنا حكام يعني قدماء طيبين، وفي عندنا حكماء جداد طيبين. فالسنن بتتكرر حتى في الخلق نفسهم، مش بس في السنن الكونية من أحداث كونية إلهية، ده كمان في البشر والخلق بتتكرر السنن. فعلى طريقة برضو اللي حدث في الأسرة الأولى، أسرة إبراهيم
شاهين أو إبراهيم سعيد شاهين الجاسوس وعائلته. تشاء الظروف إن احنا بنشوف نفس السنة في الخلق بتتكرر مرة أخرى، بس المرة دي مش حتى سرية زي ما كانت يعني حصلت مع إبراهيم شعبان، اللي كان أول ما إبراهيم شاهين اللي أول ما أخذ جهاز للرسائل السرية الراديوية اللي بيبعتها لإسرائيل، كان أول رسالة بعتها لهم يعني تحيا إسرائيل العظمى. بعد أكتر من تقريبا في حدود 40 سنة يعني مرت على يعني 40 سنة، دخلنا في من 73 يعني نتكلم في 30 و20 50 سنة يعني على نصر أكتوبر وعلى تحرير أرضنا وعلى الوقائع الأولى. فنكتشف ان بعد 50 سنة يعني ابن رسمية العاهرة اللي كان وقتها يعني بذرة يهودية يعني نجسة زرعت في رحم يعني خاطئ. فسبحان الله ان احنا نجد ان هذا الشخص يعني بيكرر نفس السنة، بس المرة دي مش على جهاز سري ولا في السر ولا في الدرة ولا في خطابات بيكتبها بالحبر السري. ده شخص موجود وعايش ما بيننا وموجود في مدينة السويس، المدينة الباسلة اللي قهرت إسرائيل وقهرت الاحتلال الإسرائيلي وقهرت قبل منهم الإنجليز والاحتلال الإنجليزي. فنجد إنه بقى شخص يعني في المدينة الباسلة من 3 سنوات مش بيتغنى بإسرائيل، ده بيبشر ويصرخ ببشاراته اليومية عشان خاطر يوصل للناس ويبشرها بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. ومش بس كده، ده مش مجرد بجاحة في إن هو يقول يعني ده إسرائيل الكبرى، ولا ده زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو ونسمع بنفسنا واحد يعني بيقول لكم إن إسرائيل يعني زي ما القرآن بيقول في سورة الإسراء إن علو بني إسرائيل الثاني لم يبدأ بعد، بل سيبدأ علو إسرائيل الثاني في 2023 وهتستمر 1000 عام، بتحكم الوطن العربي والعالم كله ل1000 عام تحت قيادة المسيح الدجال. يا ريت نسمع الفيديو ونرجع مع بعضنا تاني. على زوال إسرائيل سنة 22 وواجهنا كل الدجالين إن مفيش حاجة هتحصل من اللي قالوا عليها، والكلام ده من 1.5 سنة فاتوا. وطبعا النهاردة يعتبر بالنسبة لنا نصر كبير جدا عليهم كلهم، بالنسبة لنا نصر كبير جدا عليهم كلهم، بالنسبة لنا نصر كبير جدا عليهم كلهم. وقلنا ان المفروض الناس دي تتقدم كلها للمحاكمة ويقدموا نفسهم للمحاكمة، او الحكومات بقى تبتدي تقدمهم للمحاكمة بتهمة إثارة الفزع، محاكمة بتهمة إثارة الفزع ونشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات. والمفروض حاجات كتير. والنهاردة 1/1/23 إسرائيل سنة 22، وبقول لك إن دي بداية العلو الكبير بتاع بني إسرائيل، وبقول لك إن دي بداية العلو الكبير بتاع بني إسرائيل، على أساس إن المهدي خارج عشان يروح يحرر القدس، على أساس إن المهدي خارج عشان يروح يحرر القدس، يوحد الدول من النيل للفرات، الدول من النيل للفرات، أو زي ما هنقول بعد كده أو قلنا قبل كده اللي هي الولايات المتحدة الإبراهيمية. وأنا بتحدى كل الناس في القصة دي، وبتمنى إن بعد كل اللي احنا قلناه في الحلقات كلها من بداية سلسلة البيضة والحجر والمهدي مش منتظر لغاية حلقات الإبراهيمية اللي فاتت لغاية السلسلة اللي جاية تكون فهمت. وزي ما انتوا شفتوا وسمعتوا دلوقتي، ده واحد مش بس بيكتفي بانه بيبشر بإسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات وانها تعلو 1000 عام، لا،
ده كمان أي حد ممكن يعلو صوته ويقول إن هناك خلافة إسلامية قادمة على منهاج النبوة على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ده يبقى كذاب ودجال وماسوني وصهيوني وعميل وجاسوس يعني كاذب وساحر ويتبع منظمات دولية بتحركه. فيعني ومش بس كده، كمان ده كمان أي يعني يكذب الأحاديث النبوية ويكذب القرآن الكريم ويكذب الله ويكذب الرسول وآل البيت ويكذب الصحابة ويكذب أي نص حتى من نصوص أولياء الله الصالحين اللي ذكروا لينا يعني عن يعني علامات وأشراط الساعة. ومش بس كده كمان، لا ده راجل دائم الإهانة إلى رب العالمين والسخرية من الله ومن الرسول ومن يعني آل البيت ومن الأنبياء عموما بشكل واضح جدا وجلي. فيقول على الله انه بيخاف من العلماء لان العلماء يقدروا يضللوا الناس وربنا بيخاف منهم، وان ربنا كذاب، وان مفيش حاجة اسمها علامات ساعة، ده كلام دجالين، والقرآن مفيهوش علامات ساعة، ومفيش حاجة اسمها ملائكة عذاب في الدنيا، ملائكة العذاب دي في الآخرة. ويسخر كمان من علامات الساعة ويظهر لكم زي الأراجوز في فيديوهات ويقول لكم بصوا أصل جات الشهر ده وكان بيقولوا علامات ساعة وما جاتش. ومش بس كده كمان، لا ده كمان ده يطالب علنا زي ما سمعتوا بودنكم بمحاكمة كل من يقول أن هناك علامات ساعة أو أن هناك زوال لإسرائيل قريبا، لأن يعني هذا في نظره وبلسانه يعني بيعد يعني إزعاج وكمان تدليس وكذب، وكمان ده بيعد من الجرائم اللي بيعاقب عليها القانون المصري بتهمة ترويج الشائعات والأكاذيب وتخويف وترويع الناس اللي هم في قصده في إسرائيل، لأن مستحيل حد مسلم هيخاف أو يروع لما نقول له إن في دولة خلافة إسلامية وإن في علامات ساعة صغرى هتحدث. لكن هو بالنسبة له بيطالب بمحاكمة أي شخص يدعي أن هناك علامات ساعة بموجب القانون 88 المادة 88 من قانون العقوبات المصري اللي بتحاكم أو تحاسب من يروج لشائعات. فعلامات الساعة بالنسبة له أصبحت شائعات، وملائكة العذاب كلام كذب، ورب العالمين كذاب، والقرآن كذاب. وبيستشهد في مقابل ذلك بمقاطع من نتفليكس وهوليود وآيات من التلمود اللي هو ليس كتاب مقدس، بل كما نعلم أنه كتاب وضعه خامات اليهود كشروح لنصوص توراتية، و يعني وضع هذه الشروح يعني المسيح الدجال يعني كما نعلم. فراجل بيبشر ليل نهار بإسرائيل الكبرى ويبشر يعني وكمان بيكذب أي شيء عن علامات الساعة وعن الإمام المهدي. وكمان معركة الوعي عموما لما تيجي تتكلم عليها كده بتتكلم عن شخصية المهدي المنتظر أو الإمام المهدي على حسب يعني. فطبعا الأفورة بتاعة الناس اللي بتتكلم على المهدي باعتباره ان هو موجود معانا وباعتباره ان هو شخصية فولاذية وسوبرمان، هي دي اللي خلتني ان انا انفر من الشخصية دي، ودي حقيقة ان انا انفر من الشخصية دي، ودي حقيقة. يهاجم ويهين أي أحد من العلماء أو الباحثين اللي يجي يذكر أو يتكلم عن علامات الساعة وعن قرب ظهور الإمام المهدي، وبيعتبره دجال ونصاب ومزور وماسوني وصهيوني في وقائع عجيبة جدا جدا جدا، ونراها جميعنا ليل نهار يوميا بقناة على اليوتيوب
ويتفاخر بذلك، وبيعتبر أن هو بهذه الأمور بيقود حملة وعي للشعب المصري والوطن العربي، وبيحذر من مروجي هذه الشائعات وهذه الأكاذيب. ويعني حتى عندما حوصر بانه ان انت بتكذب بهذا الامر، وهذه الامور ثابته في القران وثابته في السنه النبويه يعني المطهره عن خلافه الامام المهدي ويعني علامات الساعه، فيدعي انه لا ده اصل دول نصابين ودي حاجات بقالها الاحاديث دي موضوعه بقالها 30 40 سنه، وعلى فرض ان انا جاريتكم في ان الكلام ده صحيح مش دلوقتي، ده لسه اخر الزمان بعد 1000 سنه، بعد إسرائيل الكبرى لما تحكم الأرض على يد المسيح الدجال لمدة 1000 سنة، يبقى ينزل سيدنا عيسى ومعاه راجل صالح كده مش عارفين اسمه ايه، هيبقى هو المهدي ولا مش هو، مش مهم، بس هيبقوا يعني يحكموا ايه قيمة كده 50 60 سنة، وبعد كده تقوم القيامة وخلاص الموضوع انتهى على كده. فيعني على مدار 3 سنوات متصلة هذا الرجل يروج لإسرائيل الكبرى ليل نهار، ولا يعني يرتدع، بل يهين العلماء ويهين الباحثين ويهين أصحاب قنوات آخر الزمان. وتناولنا في الحلقة السابقة ازاي ان الروح المصرية كانت ترفض تماما ان حتى حد يدافع عن جاسوس، او حتى حد يعني يكون له علاقة بجاسوس، لدرجة ان المحامي فريد الديب الله يرحمه اللي مات من شهور قليلة، يعني لمجرد ان القيادة السياسية كلفته بان يكون ممثل لجاسوس عزام امام القضاء المصري علشان خاطر سمعة مصر القضائية وامور سياسية اخرى تعلمها القيادة السياسية، وصم بانه محامي الجواسيس، وكانت نقابة المحامين هددت مرارا وتكرارا بشطبه، ولولا تدخل القيادة السياسية لتم شطبه بالفعل. ومع ذلك أصبحنا في زمن اللي نشوف فيه واحد زي شمير رمضان هو اللي بيطالب بمحاكمة اللي رافضين إسرائيل، واللي بينفوا أن يكون في إسرائيل كبرى ومن النيل إلى الفرات، وكمان بيهاجم ويدعي ويتهم كل من يقول ذلك بأمور أخلاقية وأمور يعني الكفر والشعوذة والدجل والنصب والاحتيال، وإنه يعني بدون نسب، ويعني زي ما حصل مع الدكتور محمد عيسى داود والمهندسة هدى الليسي وأصحاب قنوات آخرين عديدين جدا، لمجرد أنه هو راجل جاسوس مكلف بمهمة محددة وواضحة لكم على مدى 3 سنوات يمارسها، مستغلا حالة البعككة اللي موجودة في المجتمع المصري والوطن العربي بشكل عام خلال السنوات الأخيرة. وقلنا يعني نقدر نقول ان الجاسوس الاولاني اللي هو كان من اهله زي ما احنا عرفنا في هذه الحلقة ابراهيم سعيد شاهين، انتهى المصير به مشنوق، بينما مراته سجنت لعند سنة 77 ثم تم الإفراج عنها في عملية تبادل للأسرى مع إسرائيل، ودخلت هي وأولادها ال3 إلى إسرائيل لتغير ديانتها إلى اليهودية وتعيش هناك تحت مسمى أو تحت اسم جديد هو اسم دينا بن دافيد. ويحصل أبنائها ال3 على عادل ومحمد ونبيل على أسماء رافي وحايم رافي وحايم ويوشي. وكان من المفارقات ان دينا بن دافيد اللي هي انشراح موسى انها تعمل في اسرائيل كعاملة في بنسميها دورة مياه، يعني مرحاض للسيدات، وتصاب وماتت تقريبا سنة 2001 أو 2007 مش فاكر بالضبط التاريخ.
لكن يعني ماتت وهي بتعاني من حالة اكتئاب نتيجة انها يعني كان نفسها لان هي ده نطف قذرة، يعني كان نفسها ان اسرائيل تعتمد عليها مرة اخرى كجاسوسة وتؤدي عمل يعني بطولي زي ما هي كانت متخيلة وعايشة في مصر، مستغلة الظروف الحرب والاستنزاف اللي كانت موجودة في مصر هي وزوجها واولادها. اما ابنها الاصغر فاشتغل في عامل امن في مصنع، وبرضه كان عملت صحيفة معاريف معاه لقاء في سنة 99 على ما نتذكر. وكان برضه بيعاني من الامور النفسية اللي طالته، في حين ابنها الاكبر عاش برضه لفترة في اسرائيل، ثم انتقل بعد منها مع زوجته اليهودية اللي تزوجها عشان يعيش في هولندا عامل في مغسلة، يعني شغال في مغسلة. القصة ديت تخلينا نقول ان مستحيل اللي فات قبل كده انه هيتكرر مرة اخرى، لان المجتمع غير والاحداث القادمة مختلفة عن الاحداث الماضية. وعلى طريقة عائلة الجواسيس القديمة، تزوجت رسمية العاهرة من تاجر المخدرات وأنجبت شمير رمضان اللي بيطلع علينا من 3 سنوات يبشرنا بإسرائيل الكبرى. وشمير رمضان تزوج من عاهرة أخرى اسمها وفاء، وأصبح عنده أيضا 3 أبناء، ولدين وبنت. البنت اسمها منى وولد اسمه أحمد، والولد الثالث يقال يعني إن هو بعيد عن اتجاه والده، لكن الولد والبنت منى وأحمد بيؤيدوا على نفس طريقة أبناء إبراهيم شاهين، بيؤيدوا أبوهم وأمهم بشكل يعني مطلق في إسرائيل الكبرى والتبشير بإسرائيل الكبرى. وده يعني لكل يعني اللي يعرفوهم في مدينة السويس يعني بيتعجبوا ان عائلة بكاملها يعني بتتحدث بفخر وافتخار بان اسرائيل الكبرى قادمة وتبشر الناس، يعني اب وام وابن وابنة، وكما يقول الاب في العلن في فيديوهات يومية على يوتيوب نفس الامر. الابن والابنة والزوجة في المجتمع بيتحدثوا للجميع من أهل ومن أقارب ومن أصدقاء ومن زملاء ومن ناس في الشارع بشكل مستمر ودائم، وعن الدور البطولي اللي بيقوم به والدهم في تكذيب القرآن وتكذيب السنة والتهجم على العلماء اللي بيقولوا فيه علامات ساعة. وأصبح الأمر كما لو كان عبارة عن نكتة ومسخرة عجيبة الشكل، يعني أمر يكاد يكون يعني لا يصدق. وده أقدر أقوله لكم إن يعني ده نتاج طبيعي اللي مش بس الحالة البعككة اللي حصلت في المجتمع، لا ده نتيجة برضو إن في أخطاء قديمة يعني حصلت في إن كان يجب أن يحاسب الجميع من تورط في قضية التجسس، اللي سواء اللي اتهم فيها إبراهيم شاهين أو حتى غيره بالشكل الواضح والصريح، وإن ما يتمش الاكتفاء بالتجريس أو بالإهانة أو بالظروف أو ده أصله كان بعيد، لا كان يجب أن يكون هناك قرار يعني واضح جدا من الجهات القيادية داخل الدولة بالقضاء على هذه يعني النطف الخبيثة اللي زرعت في المجتمع المصري، علشان ما نجيش واحد زي شمير رمضان نشوفه بهذا الشكل اليومي. ده مش بس كده، ده كمان بيتهجم وبيشتم وبيتهم الآخرين بالجاسوسية. يعني ده الراجل انا مني كواحد لما الفيديو اللي فات ابتديت ان انا زي ما وعدتكم ان ادخل في الجد ونقدم لكم المعلومات الامنيه والتفاصيل اللي تشرح لكم الخريطه ما يحدث من احداث من منطلق مهنيتي كمتخصص في كصحفي.
طالع يتهمني انا بالجاسوسيه وبيقول عليا كلب وقاعد في بره ومش بره، ويعني لسه هنجيله دلوقتي في الحلقه. المهم خلينا نتكلم في التفاصيل. بان يعني هذا الرجل في الحلقه الجديده اللي هو قدمها صباح اليوم كان يعني وفر عليا الكثير من اللي انا كنت هبتدي ان انا يعني احاول اوجد مبررات عشان خاطر اقدمه، لان هو استكمل نفس الحلقة اللي فاتت اللي عن الشريحة اللي بتزرع في مؤخرة يعني الناس على من قبل أجهزة ومنظمات ماسونية أو جاسوسية يعني دولية، عشان خاطر تسيطر عليهم وتخليهم يقولوا أو اللي هي سماها الشيطان الإلكتروني، فعشان خاطر تتحكم فيهم وتخليهم يقولوا ويدعوا أشياء عجيبة زي ما هنسمع دلوقتي حالا في الفيديو ده. وسوسة الشيطان اللي هي مذكورة في القرآن ووسوسة الأجهزة الإلكترونية اللي بتبث علينا علشان تخلق مجموعة من الدجالين اللي انت شايفهم قدام منك دول. لو انت متابع الحلقات بتاعتنا وأي واحد بيدخل علشان يتكلم معانا ويقول لنا أنا المهدي ولا أنا فتى الساحل ولا أنا صحابي مصر ولا أنا قابلت الفضائي ولا أنا مش عارف إيه، كنا دايما بنسأله سؤال مهم جدا وبنقول له هل انت عملت عملية قريب؟ اخر مرة عملت عملية امتى؟ وايه اللي حصل في العملية؟ دايما بنربط الحكاية بتاعت الادعاءات بتاعت شخصيات اخر الزمان بالعمليات الجراحية اللي بتتعمل في الفترة الاخيرة. كان قال لنا ناس كتير قبل كده بس احنا ما نشرناش طبعا الموضوع ده، ان عرضوا لنا بعض المستشفيات كانوا راحوا عملوا فيها عملية، وبعد ما عملوا العملية بقوا يجي لهم بقى الوحي ويجي لهم الخاطر ويقول لك انا جبريل وانا سيدنا عيسى وانا مش عارف ايه. فاحنا ربطنا الموضوعين دول ببعض، ان لما بتيجي تعمل عملية جراحية بتبتدي ان انت تخش في متاهة تانية وتبتدي تسيطر عليه. احنا وزي ما احنا سمعنا كده بالظبط ان هو بيقول ان الشريحة اللي بتزرع في مؤخرة الناس من قبل أجهزة بتخليه يدعي ان انا المهدي او انا صاحب مصر او صحابي مصر او فتى الساحل، او يدعي بان في كائنات فضائية وجوف ارضية وفي رماديين وفي اشياء عجيبة. فكان بيطرح هذا الطرح من قبيل يعني المحاولة للسخرية وفي نفس الوقت اتهام أصحاب قنوات آخر الزمان أو العلماء والباحثين اللي بيظهروا في قنوات آخر الزمان عشان يتحدثوا عن علامات وأشراط الساعة أو علامات ظهور الإمام المهدي بأنهم دجالين ونصابين وأنهم بيمثلوا أجهزة ومنظمات أجنبية زرعاهم علشان يدعوا هذا الكلام اللي هو بيسميه كلام باطل وكذب، وبيقود في المقابل حملة يسميها حملة الوعي عشان خاطر يوعي الناس بأن مفيش حاجة اسمها علامات ساعة وأن مفيش حاجة اسمها مهدي منتظر، بس في إسرائيل الكبرى اللي هتحكم ل1000 عام. الحلقة الجديدة من حلقة الشريحة الإلكترونية اللي بتزرع في مؤخرة الناس كانت مركزة على فكرة واحدة، هو إن الأجهزة اللي بتزرع هذه يعني الشريحة في مؤخرة بعض الناس اللي بتختارهم بتكون يعني الأجهزة ديت أجهزة مخابراتية، وقد يعني سماها يعني CIA والموساد وأجهزة أخرى يعني سماها أيضا بالاسم علشان خاطر يعني يحذر من أن هؤلاء الناس بيمثلوا منظمات أجنبية. أنا حتى الآن مش قادر أفهم إزاي ناس بتقول قال الله وقال الرسول وعلامات الساعة ودولة خلافة إسلامية ومهدي منتظر ووحدة إسلامية وحكم الإسلام للعالم، يعني هيبقوا هم الصهاينة وإسرائيليين وماسونيين، في مقابل إن هو اللي بيتهمهم بالكذب وبيكذب الأحاديث والقرآن والصحابة وآل البيت وكل شيء، وبيهين الله والرسول والقرآن، في المقابل إن بيبشر بإسرائيل الكبرى وهو مش صهيوني، وطالع في الفيديو الجديد علشان يتهمنا بالكذب وبيتهمني أنا
الكلب اللي قاعد بره، واشياء مضحكه جدا. لكن لان انا يعني تعودت ان انا اواجه هذا الصنف من البشر القذرة من عملاء إسرائيل، ودي خبرتي اللي هم لسه مش عارفين أنا مين، لأن أنا لسه ما كشفتش عن يعني كامل معلوماتي أو حتى بعضها. لكن مع بعض هنبتدي نعرف أنا مين وهعمل فيهم إيه، لأن أنا بتكلم على العمل المهني الصحفي، لأن ده راجل تم يعني زراعته وبيدعي ان هو اعلامي، وهو لا اعلامي ولا يعني زي ابراهيم سعيد شاهين ما كان راجل ساقط اعداديه، فنفس القصه ده راجل ساقط ما كملش تعليمه وبيدعي ان هو صحفي واعلامي، ولمجرد ان هو في يوم من الايام جاب ترخيص صحيفه محليه يطبعها في السويس باسم المواطن البسيط. الترخيص ده يقدر اي حد حتى بدون مؤهلات بالمرة ولا حتى بدون تعليم يقدر يشتريه من اي يعني حاجة اسمها وكالات صحف اجنبية في قبرص او في لندن بتقريبا $150 او $200، يعني 5-6 آلاف جنيه بيقدر يجيب الترخيص، يحط اسمه رئيس مجلس إدارة عليه، وياخد إذن من المصنفات الفنية وأمن الدولة انه يطبع محلي علشان يطلع كل شهر، كل شهرين، كل 3، كل 4، كل سنة، مش مهم. اهم حاجة بس يجيب اعلانين 3 من محافظ، من رجل اعمال، من عضو مجلس شعب، من عضو مجلس شورى، او يجيب مستندات يبتز بها رجل اعمال فيخليه يدفع مبلغ كبير، وهي دي بالنسبة له القصة، فيدعي ان هو صحفي واعلامي ويظهر على الناس بان هو اعلامي رغم ان هو راجل منتحل صفة. لكن خلينا نقول انه في الفيديو الجديد ابتدى يتكلم على ان دور المنظمات ديت في زراعة الشرائح عشان خاطر يعني في مؤخرة العلماء واصحاب القنوات عشان خاطر يخليهم يقولوا العلم بتاعهم. فبالنسبه له حديث سيدنا النبي والقران الكريم وتفسير ايات القران ونبوءات آل البيت ونبوءات الصالحين اللي هي برضو منقوله عن سيدنا النبي اصبحت عباره بالنسبه له عباره عن ترددات شيطانيه نتيجه شريحه الكترونيه سماها الشيطان الالكتروني بتزرع في مؤخره الناس علشان خاطر تخليهم يقولوا ان في علامات ساعة، وان في مهدي منتظر، وان في حكم اسلامي للعالم ككل كمان هيبقى موجود. لكن هو بالنسبة له مش مقتنع بده، وان اسرائيل الكبرى هتحكم لمدة 1000 عام، والدولة نصابين وكذابين وجواسيس بتحركهم منظمات جاسوسية دولية. لكن كان أبرز ما في الشيء في الحلقة إن هو أعاد المقارنة ما بين الشاب اللي هو أخده من إحدى حلقات اللي استضافوا فيها الأخ ماجد عبد الله اللي بيعيش في تركيا، وادعى إن تم زراعة شريحة إلكترونية في مؤخرته أثناء وجوده في أحد الدول الأوروبية، وإنها سيطرت عليه. فقال إن يعني المقارنة بين الحادثتين حادثة قبيل مقتل الفريق ناصف الليسي ناصف والد المهندسة هدى الليسي، وإنها شمت ريحة غاز، وإن الولد ده برضه بيقول إن هو شم ريحة غاز قبل ما يتم ما ينام ويغمى عليه ويشعر تاني يوم فيلاقي فيه دم نازل من مؤخرته، فيعرف إن في حاجة زرعت في مؤخرته، فيحاول من هذا الموضوع يقول إن هو يعني ما قصدش الإساءة للمهندسة هدى الليسي، ده هو قصد المقارنة عشان نعرف هي بتجيب العلوم منين. فيعني طبعا الأمر واضح هو ماذا يقصد. العلوم اللي هي عبارة عن يعني آيات قرآنية وأحاديث نبوية ونبوءات صالحين منقولة عن سيدنا النبي وعن آل البيت، ويعني كلها أشياء دينية مقدسة، أو حتى علوم الحرف والرقم اللي هي بنسميها علم الجمل، اللي هي موجودة بقالها آلاف السنين، قدم العلم البشري، قدم العلوم على وجه الأرض.
فلا هو بالنسبة له العلوم ديت مزروعة في شريحة. فخلينا معاه ونتكلم ونشوف هو عايز يوصل لإيه. بعد كده اتكلم ويعني قال إن في عملية يعني إنه يعرض للراجل حديثه عن محاولة المنظمات إنها تعلم الراجل اللي تم زرع شريحة في مؤخرته ده حاجات خاصة بعلوم بحروف وأرقام وطريقة معينة، شفرات للكتابة وشفرات للحرف والرقم وإزاي، ثم يتساءل بعد منها. طبعا ده نقدر نشوفه في الفيديو ده. يعني يعتبر من سن 10 سنين محدش يعرف للعامة، يعني محدش يعرف عنها حاجة لغاية ما بدأت تظهر 2011 أيام الانتخابات بقى بتاعت 2013 والكلام. طيب لما تيجي بقى تخش تعرف السنين دي مرت ازاي، هل حصل تجارب معينة في جسم الإنسان على أساس إنها تكتسب العلوم دي كلها؟ كله شغل مخابرات. انهي مخابرات اللي ممكن تحط شرايح في جسم الانسان كده على اساس انها تأهله ان هو يدي علوم للناس ويدي خرافات ويبوظ دماغ الناس بالطريقة دي؟ ما نعرفش. ممكن تكون المخابرات الايرانية ماشي، المخابرات الروسية ماشي، ممكن تكون المخابرات الامريكية ماشي، CIA، الموساد، MI6، اي مخابرات. المهم انهم يكونوا تابعين للمخابرات دي وهي اللي بتسيطر عليهم. طيب بيعلموهم ايه تاني اهم من كل العلوم اللي اتعلموها؟ يعلموهم الالحاد، ان ما يكونش ليك دين، ان ما تعرفش حاجة اسمها ربنا، ان ما تعرفش حاجة اسمها سيدنا محمد. ما فيش الكلام ده، تبعد عنه خالص لان انت هتحتاج له في يوم من الايام. فيخلوه ان هو يسيء للمولى عز وجل ويسيء للرسول عليه افضل الصلاة والسلام بطريقة بشعة. وزي ما احنا كده شفنا بالظبط الفيديو انه بيتكلم على ان ان الحروف والارقام والشفرات والالوان ومش عارف ايه دي عبارة عن يعني عمل من منظمات بيقوم على اساس ترددات من ترددات شيطانية من الشريحة اللي هي الشيطان الإلكتروني بتزرع في مؤخرتهم. وبعد منها بنسمعه بيقول إن السبب في هذا الأمر اللي احنا يعني بنشوفه ونسمعه من هذا الرجل اللي تم زرع شريحة في مؤخرته، هم إنهم بيخلوهم يحولوهم إنهم يسبوا الله ويهينوا الله ماشي، وإن ده اللي بيقوم بيه دجالين آخر الزمان. قصده على علماء وباحثين وأصحاب قنوات اللي بتقدم علوم أشراط الساعة، يعني اللي احنا بنسميها صراحا علوم آخر الزمان. ونشوف الكلام ده على لسانه هو من الفيديو ده. ينقذك 3-4 ايام حضرتك، وبعدين صداع قوي جدا في الحته دي، عينيا عامله كده. انا كنت نازل لهم هنا متدمر وشتيمه بقى يعني وسب دين وحاجات 3-4 ايام. يعني تعتبر كورس بيديهوله في سب الدين والإساءة للمولى عز وجل. هو خلاص بقى هيوصل لمرحلة ان هو ما ينفعش ان هو يؤمن بإله ويؤمن برسول ويؤمن بقرآن والكلام ده. اما تيجي تطبق الموضوع ده على بعض الناس المعينة كده من دجالين اخر الزمان اللي احنا دايما بننتقدهم بقالنا 2.5 سنين بننتقد فيهم، تلاقيهم ان هم سبابين ولعانين وبيشتموا. وزي ما احنا كده شفنا في الفيديو بنفسنا ازاي انه بيدعي ان الشرائح ديت بيكون هدفها انهم يحولوا الناس لملحدين وغير مؤمنين بالله ويسب الله ويسب الرسول ويسب القرآن. بس هو جه بعد منها ويحاول يصور لنا الامر بس اصحاب قنوات اخر الزمان والعلماء اللي بيظهروا في قنوات اخر الزمان والباحثين اللي بيتحدثوا عن اشراط الساعة ما يقدروش يسبوا الله عشان خاطر هم
هينفروا الناس منهم، ففي المقابل بيعملوا حاجة اسمها انهم يعني يسبوا اللي بينتقدهم ويقولوا عليهم يعني دجالين ونصابين، ويسبوهم ويلعنوهم ويقولوا عليهم يعني زي ما هو قيل عنه. واحنا وضحنا قبل كده حتى اصطلاحا لما بنقول عليه ابن زنا او ابن العاهرة او ده، احنا مش بنسب ولا بنشتمه، احنا بنقول له الوصف اللي قيل في حقه هو او غيره من نفس الشاكلة ايه هو. لكن اللي احنا يعني يسترعى انتباهنا ان يقول ان اللي فلانه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، قصده العاهره تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، وده المصطلح اللي هو استخدمه علشان خاطر يصف ان احنا لا بنقول عليه ان هو جاسوس، وان هو راجل عميل اسرائيلي، وان هو ابن زنا، وان هو ابن عاهره، اللي احنا برضو وصفنا لكم اتنين بالدليل بلسانه بيقول لك اسرائيل الكبرى بقاله 3 سنين وبيكذب الله والرسول والقرآن والأحاديث، وبيهين الجميع من أجل هذا الإيمان والقناعة الكاملة والتامة، بما فيها العلماء اللي بيقولوا أشراط الساعة. أشراط الساعة اللي هو في هذا الفيديو بنفسه بيعيد لك بأن أشراط الساعة عبارة عن خرافات، وده اللي لسه هنشوفه دلوقتي. طبعا يعني هو برضو ما قالناش العاهرة مين، هي قصده يعني العاهرة اللي تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، ده هو ولا زوجته ولا بنته، يعني زوجته وفاء ولا بنته منى. وده كلام انا بقول له احنا كده داخلين في ليفل الوحش. ليفل الوحش ده ايه؟ اللي يقدر يسد للنهاية. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن الله وعن الرسول وعن القرآن وعن مقدسات اسلامية وعن وطن. فبما انك انت يا شمير يا رمضان يا ابن العاهرة بتمثل دولة اسرائيل الكبرى والمبشر بيها، فانا برضو بعتبر نفسي كصحفي مطالب اني ادافع عن دولتي وطني مصر وعن عروبتي كشخص عربي مسلم، واقدر كمان اواجهك انت وعائلتك النتنة القذرة اللي فضايحها موجودة ومعروفة في السويس، يعني فردا. خلينا نتكلم ونقول ان هو برضو بيتهم اصل هم قبل كده المهندسة هدى الليثي وبتقول عليك بتقول عليه ان هو يعني دجال وانه ابليس وانه جاسوس، وده كلام صحيح، يعني ما كلام قلناه. وبعد كده بيقول ان النظام اللعني ده عبارة عن تدريبات، زي ما هو نقل عن الولد اللي هو الراجل اللي هو جايبه بيدعي ان تم زراعة شريحة في مؤخرته، وان التدريبات ديت بتقوم بيها اجهزة عشان خاطر يعني تحقق هدفها، وانه بيسأل بقى الجمهور يعني الدجالين اخر الزمان نظام السب واللعن اللي هم بيقولوا عليه، هل تم تدريبهم على كده ولا ايه؟ قولوا لي رايكم. وانا بالنسبه لي بما اني انا احد الناس اللي بضطر ان انا اتابعه علشان خاطر ارد عليه وعلى امثاله من الاشكال القذره الجواسيس النجسه اللي ملوثه مصر، يعني اقدر اقول لك ان رايي هقوله لك يعني بعد قليل لما نشوف بقى مين اللي كلامك انت ينطبق عليه. هل العلماء والباحثين واصحاب القنوات ينطبق عليهم ما قلته، ولا انت اللي ينطبق عليك الكلام؟ خلينا نقول ان بيقول ان بقالنا سنوات بنشوف الدكتور محمد عيسى داوود، يعني عمري ما سأت له ان هو يعني عمره ما سأل الدكتور محمد عيسى داوود ولا جاب سيرة ابوه ولا امه، وان هو بس بينتقده بيسميه دجال وبيسميه نصاب وبيسميه بتاع نسوان وساحر وبيسحر للسيدات، وبيسميه مسيح دجال، وبيسميه ماسوني، وبيسميه صهيوني وجاسوس وعميل ويعني شيعي، وكل دي كلها بالنسبة له هي دي كلها يعني ده مش إساب ومش إهانة، لكن لأن هو يعني بنقول عليها دايما إسرائيل تختار عملاء أغبياء بلا عقل بالمرة، وإن ده لأن هو مجرد يعني حاجة فتفوتة تابعة لجاسوس آخر، فيعني بالنسبة له يعني واحد بيسميه بقرشين بس بياكل يعني إعلانين من اليوتيوب، بيجيب له $100 $200
$300 على زيهم من الجاسوس اللي بيشغله، وهي لقمة بتقضيه، فيكذب الله، يكذب الرسول، يكذب القرآن، يكذب الأحاديث، يكذب آل البيت، يكذب الصحابة، يشتم العلماء ويهينهم ويطلع عليهم شائعات، ويكيل يحاول يشكك الناس في كل شيء خاص بعقيدتهم. فده بالنسبة له يعني أمر عادي، المفروض يقدروا هذه المهمة الجليلة اللي هو بيسميها حملة من أجل الوعي. فخلينا نتكلم ونقول إن التدريب ده اللي هو بيعنيه ده هم تلقوه من أجل تحريف تفسيرات القرآن وتشكيك الناس في عقيدتها، ويعني حرفهم عن والإساءة لله والرسول والصحابة والمقدسات الإسلامية، وإن يعني تضييع عقيدة إيمان الناس وعقيدتها. فطبعا ده كله هنبتدي نتعرف عليه بعد شوية يعني، وإن انتماء الناس ديت الأول والأخير للمطبخ اللي هو عبارة عن مجموعات الانتماء اللي هم زملائهم وأصحابهم اللي بيعتنقوا نفس الفكر وبتشغلهم نفس المنظمة اللي بتشغل الناس ديت. اللي هم مين الناس ديت؟ هم علماء وباحثين وأصحاب قنوات آخر الزمان. طبعا الراجل بيتكلم بعد كده يعني ان ال ان ال ان ال ما يقوم به يعني هؤلاء العلماء والباحثين زي المهندسة هدى الليثي وزي الدكتور محمد عيسى داوود العالم الجليل قلم آل البيت، دايما بيقول ان هم يدعوا ان هم تابعين لجهاز مخابرات، وانه دايما الناس اللي بتزرع في يعني مؤخرتهم الشريحة الإلكترونية بيدعوا ان هم تابعين لجهاز مخابرات البلد اللي هم عايشين فيها، يعني المخابرات المصرية، في حين ان هم تابعين لمخابرات أجنبية. وطبعا انتسابهم او محاولة نسب انفسهم للمخابرات المصرية، المخابرات المصرية ما بترضاش ترد عليهم وتكشفهم لانها ما يعنيش مين ده، واصل ما حدش يعرف حد في المخابرات وما حدش يعرف حد في هذا في الاجهزه ديت، وانه يعني كلام تافه ومش ما يستحقش الرد. ماشي، لكن الحدوته يعني اللي هو حاول يقدمها كلها بما ان الغاز وعمليه التخدير والنوم، ثم بعد كده يعني من الراجل اللي هو خلوا نموذج ومثال تم زرع شريحه في مؤخرته، نكتشف ان هو يعني الراجل ده بيقول ان يعني الهدف القضاء على الدين والعقيده والاسلام، بس في شيء هم مش رافضين القضاء عليه، ايه هو؟ الازهر. ليه؟ لأن الأزهر بالنسبة لهم عنده بيمثل الشيء الوسطي والدين الوسطي اللي يقبل كل الجهات وما بيرفضش أي جهات، وبالتالي الجهات الخارجية اللي هي المخابراتية من ضمنها الموساد والCIA والKGB وغيرهم يعني مش عايزين يلغوا الأزهر. وبعد كده زي ما احنا دلوقتي هنشوف في هذا الفيديو هنكتشف ان هو بيتكلم عن ازاي ان العلماء والباحثين زي الدكتور محمد عيسى داوود والمهندسة هدى الليثي او اصحاب القنوات بيطالبوا بتدريس يعني علوم اشراط الساعة في الازهر الشريف. نشوف الفيديو مع بعض ثم نرجع مع بعض تاني. الموضوع ده ما بيفكركوش بمستطاع 2020 لما كان عايز الازهر الشريف ان هو يتولى ويتبنى الفكر بتاعهم، وجبتها لك انا قبل كده. الراجل ده عايز يعمل لنفسه كيان شرعي، كيان شرعي بقى يدرس فيه العلوم بالاحاديث ديت والبويضات والكلام ده، يدرسه للعامة. وطبعا كده زي ما احنا سمعنا في الفيديو مع بعض نكتشف ان من كلامه ان تدريس اشراط الساعة في الازهر الشريف هو عبارة عن مطلب للموساد والCIA والأجهزة المخابرات الدولية الماسونية اللي عايزة تدمر الأمة الإسلامية، لأن تدريس أشراط الساعة وعلوم يعني آخر الزمان ده عمل يعني حقير وقذر، ولا يمكن أنه يقبل هو كشمير رمضان أن تدرس هذه الخرافات داخل الأزهر. وده اللي هنشوفه برضو في الفيديو ده حالا علشان نكمل كلامنا.
دين الازهر الشريف ان هو يتبنى الفكر بتاعهم ويبتدي ان هو ينشره ويعملوا فرع كده لعلوم اخر الزمان جوه الازهر الشريف عشان يعلموا الناس اللي احنا بنقول عليه ده. وزي ما احنا سمعنا كده بالظبط بنلاقيه بيتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك مستحيل ان احنا نسيب الكيانات الدولية الأجنبية المهلبية ديت تخليهم يدرسوا علوم أشراط الساعة وآخر الزمان في الأزهر الشريف. وبقى بالمرة بقى نفتح للأزهر فروع آخر الزمان في كل منطقة وكل مكان علشان خاطر يعني نبقى قضينا على الإسلام وقضينا على الأمة الإسلامية وقضينا على العالم كله وعلى مصر. وده هو اللي هو يعني بيختم بيه الفيديو بتاعه. يعني هو عايز يوصل ايه من هذا الكلام؟ طيب نوصل لأول فيديو جبناه من كلامه له، ان الناس اللي تم زراعة الأجهزة الشرائح الشيطان الإلكتروني داخل مؤخراتهم ناس بتدعي انه صاحب مصر او صحابي مصر او المهدي او فتى الساحل او مؤمنين بان في كائنات فضائية وكائنات جوف ارضية او كائنات رمادية ومش عارف ايه. طيب لو حبينا نشوف من اصحاب قنوات اخر الزمان مفيش غير واحد فقط، شخص واحد فقط ادعى بانه صاحب مصر هو صاحبه، اللي احنا الحلقة اللي فاتت كشفنا الامر وقلنا له مفيش حد من اللي نعرفهم ادعى انه احد شخصيات اخر الزمان غير محمد عيسى ابراهيم. اهلا. طب يا جماعه نرحب بالاستاذ سمير رمضان واقول له انت منور البث وربنا يبارك فيك ويحفظك يا سيدي. عيسى إبراهيم اللي هو بالعام ابن نفيسة محامي الشيطان الشاذ المأبون. فبرضو من أصحاب القنوات مفيش حد بيدعي ويؤمن بخرافات الكائنات الجوف أرضية والرماديين والفضائيين وهذا الكلام غير أنت يا شمير يا رمضان، انت والشبشب بتاعك اللي انت بتستخدمه في ضرب اصحاب القنوات والعلماء والباحثين كل لما يجي لك مزاج، اللي هو الاخ المهندس هاني محمود اللي كل ما تحب تضرب حد من الباحثين والعلماء ماشي تتصل عليه وتاخد رأيه او تعمل معاه حلقة علشان خاطر يكذب لك او يشتم لك او يقول لك ما يعطيك ما تكذب به فلان او علان او تسيء لفلان او علان، فانت بتستخدمه مكان الشبشب. يعني انت عامل هاني محمود الشبشب بتاعك. طيب بقيت انت وهو بتؤمنوا بحاجة واحدة، هي ان في كائنات جوف ارضية ورماديين وفضائيين ومعاكوا مايا صبحي. مايا صبحي اللي احنا مش عارفين اسمها ايه، يعني الثلاثي ولا الرباعي ولا نعرف واخده دكتوراه في الماسونيه من جامعه ايه ولا اتعلمت فين ولا راحت منين ولا جت منين، لكن هي الوحيده اللي زيكم بتؤمن بالكائنات الجوف ارضيه والفضائيين. وانت بنفسك يا شمير يا رمضان ويا متابعين اللي سمعتوا شمير رمضان عشرات المرات بيؤكد بان يعني كائنات الفضائيه اللي بتقول عليها مايا صبحي. وحتى في لو عايزين ابقى الحلقه الجايه ابقى انزل لكم وهو بيقول كائنات الرماديين والجوف ارضيين والفضائيين وبيهدد بيها الدكتور محمد عيسى داوود. هبقى اجيب لك كائن جوف ارضي ولا رمادي ولا فضائي نحطه لك عند بيتك يجري وراك. يعني انت مؤمن بهذا الكلام. طيب هل من اصحاب القنوات يعني من هو قال كلام في إساءة أو إهانة لله أو في سب لله زي ما أنت حاولت تصور من كلام الراجل اللي بيدعي أن الشريحة اللي مزروعة في مؤخرته بتخليه عايز يسب الله والرسول والقرآن والإسلام؟ طبعا ما فيش حد لا من العلماء ولا من أصحاب القنوات يعني حاول يقوم بهذا الأمر نهائي بالمرة، وبالتالي يعني هذا الأمر لا ينطبق عليهم، في حين ان انت اللي مرارا وتكرارا تكذب القرآن وتكذب الأحاديث النبوية الشريفة وتكذب الله والرسول والقرآن والحديث
وآل البيت والصحابة والأنبياء، وبتقول إن حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي. في حين ان مايا صبحي عندها علم الغيب، وكمان بتعرف توقت من غير ما انت تعلق على توقيتها، وبتقول لك المسيح الدجال هيظهر في 2025. فده بالنسبة لك انت اللي انت بتحاول تصوره لما تهين رب العالمين وتقول انه خواف وانه كذاب، وان رب العالمين خواف وكذاب، وان انت انقذت رب العالمين من مهدي مزيف اللي هو انت اصلا مش مؤمن بيه، وبتحذر من ان في مهدي مزيف هيجيبوه، وانت هتنقذ رب العالمين من المهدي المزيف اللي هم عايزين يجيبوه. ويعني اهاناتك الى الله والرسول والانبياء والى آل البيت والصحابة اهانات مستمرة، وبالتالي مش زي ما انت حاولت تصورها ان اصحاب القنوات او علماء والباحثين اللي بيتحدثوا في علوم أشراط الساعة بأنهم عايزين يعني يغيروا عقيدة الناس. لا، ده أنت اللي بتحاول تغير عقيدة الناس بالواضح من القرآن ومن السنة الصحيحة، ان انت تقول للناس مفيش الكلام ده في بني إسرائيل الكبرى حكمها 1000 عام، وهيبقى المسيح الدجال لسيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين قال إنه هيظهر مرة واحدة ظهوره العلني، وهيقتل على يد سيدنا عيسى. فأنت حكمته إنه هو 1000 عام، وهو ده اللي أنت مؤمن بيه وعايز الناس تؤمن بيه، علشان خاطر أنت مكلف بأجندة صهيونية هي التبشير بإسرائيل الكبرى، لأن أنت مزروع من البداية، لأن أصلا زي ما احنا وضحنا النهاردة في الحلقة نطفة نجسة من رحم نجس، وحتى بذرك بذر نجسة زي زوجتك وبنتك، زوجتك وفاء وبنتك منى وابنك أحمد. وده اللي احنا لسه هنوضحه في الحلقة الجاية، ونقول هم مين وبيعملوا ايه في الواقع، وايه تفاصيل أخلاقهم الشخصية، وايه المعلومات الصحيحة عنهم. لكن ده يخليني أقول لك يا شمير يا رمضان، انت طبعا فعلت كل ما فعلته على مدار 3 سنوات، لان انت ما لقيتش حد يكشفك ويقول انت مين وبتعمل ايه وايه اصلك وايه نسبك وايه حقيقتك. ماشي. ومفكر انك عشان تعرف امين شرطة في مباحث ان انت بقيت حد مفهوم ومعروف، او عشان في مرة قلت على نفسك صاحب جريدة ورحت فلقيت نفسك في محافظة وجنب المحافظ موجود، فلما تقول له انك صاحب جريدة وان انت رئيس مجلس ادارة انك بقيت اعلامي، وان انت ما تعرفش ان انت وكل من قدم اليك يد المساعدة والتسهيل بان انت يعني تعمل عمل قذر وحقير كما تفعله الآن، لن يمر هذا الأمر دون عقاب. ماشي. ده مش ليك انت واسرتك وشوية الوساخة اللي انت تابع ليهم، لا، احنا بنتكلم حتى على مستوى الافراد العادية في المجتمع. ماشي. اللي قدموا ليك يد المساعدة لن يمر الامر دون عقاب رادع. ماشي. وهذا الامر لن يكون بعيدا، ومش بعد سنوات بالمرة ولا حتى شهور بعيدة، احنا بنتكلم على وقت الحساب، وقت الحقيقة. لكن انا يخليني اقول لك ان من هذا الامر، وبما ان انت يا شمير يا رمضان اعترفت بلسانك وقدمت النموذج، الراجل اللي تم زرع شريحة في مؤخرته بان هو مسيطر عليه من اجل اهداف واضحة، وانت ذكرتها واحنا فندها لك من اول لعن الله وسب الله والرسول والقرآن وما حدش عمل ده غيرك، والادعاء بان هناك فضائيين ورماديين وجوف ارضيين، فما فيش حد برضو غيرك انت وهاني وهاني محمود ومايا صبحي، ومحدش بيقوم يعني بيجيب علوم من عنده، ده كلها علوم قرآنية، وانت بتستهدف من الإساءة للأشخاص
ديت هي الإساءة بأن علومهم اللي أخدوها من القرآن ومن السنة النبوية، بأن علومهم دي عبارة عن يعني ترددات شيطانية، وأنه كلام شياطين، لأن أنت بتنكر علامات وأشراط الساعة، وبتنكر الصحيح السنة النبوية عن الإمام المهدي وحكم الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة اللي هو يوم الفتح اللي ورد ذكره في القرآن. ماشي، لكن انت لان انت بتستهدف ان انت تنفذ الاجندة الصهيونية، فانت قدمت لنا النموذج اللي نخلينا مش نسألك انت او حتى نطالبك انت بانك تظهر الشريحة، لا، ده يخليني اكلم اهالي مدينة السويس ومحافظة السويس الباسلة، المحافظة الوطنية اللي قدمت نموذج في الفداء والوطنية على مدار تاريخ مصر الحديث والقديم ايضا. دلوقتي في عندنا يا سادة يا شعب السويس يا اهل السويس الكريم، عندنا راجل بيعترف بان هو مزروع في مؤخرته شريحة إلكترونية الشرج وفي حاجة تقريبا زرعوها جوه بتخليه يكذب الله والرسول والقرآن والسنة النبوية وآل البيت والصحابة، وكمان يهينهم جميعا ويبشر بإسرائيل الكبرى، وكمان يعني بيهين العلماء اللي بيقدموا علوم وأشراط الساعة. فيا أهل السويس يا محترمين يا شرفاء يا أبناء مصر الذين يعني أريقت دماء يعني آبائهم وأجدادهم يعني على مدار التاريخ دفاعا عن تراب هذا الوطن وعن هذا الدين العظيم الذي ندين به جميعا، يعني هل من أحد منكم أن يقترب من هذا الشمير رمضان أو أي من أفراد أسرته ويضع يده داخل هذه مؤخرة هذا الرجل أو أي من أفراد أسرته ويستخرج هذه الشريحة قبل أن يزيلها وتختفي معالم الجريمة، زي ما كان إبراهيم شاهين الجهاز المخابرات المصرية صدرته منه ماشي، وكان حديث جدا. الشريحة دي حديثة جدا، وإحنا كمصريين محتاجين نشوف الشريحة ديت ونظهرها ونقدمها لجهات الأمن المصرية علشان تتعرف على أحدث التكنولوجيا في زرع الجواسيس. وهذا الرجل بلسانه بأنه هو وعائلته يعني مزروع في مؤخرتهم شريحة إلكترونية بعبارة عن شيطان إلكتروني بتجعلهم يسبوا الله والرسول والقرآن والأنبياء وآل البيت والصحابة. فالمفروض حد منكم يا شعب السويس يقترب من هؤلاء الناس ويضع يده في مؤخرة شمير رمضان أو زوجته وفاء أو ابنته منى أو ابنه أحمد، ويأخذ هذه الشريحة ويسلمها للجهات الأمنية. ده آخر يعني الفيديو عندي، لكن في جزء آخر إن شاء الله غد بإذن الله تعالى، وبإذن الله كل يوم هنقدم لكم حلقة، مش كل يوم ويوم. وفي نهاية الفيديو كلام الضلمة بيقول لكم إن كان في يعني أبو العربي اللي احنا عارفينه، فبيقولوا له يا أبو العربي يعني بنتك منى الشباب واخدينها في الجنينة اللي ورا البيت عندك وبيعملوا فيها كلام يعني انت عارفه. فقال لهم اوام شجرتين عملتهم جنينة. وهو ده حال قواد زي شمير رمضان، هو وعائلته العاهرة اللي احنا بنشوفه وبنسمعه يوميا وكل وقت منه على مدار 3 سنين، عهر في عهر في عهر في عهر. والسلام عليكم.